بسرعة جه ميعاد السفر، وركبت الطيارة ونزلت في مطار جون كينيدي اللي كانت بتعيش فيها جين مع أسرتها. أول ما خرجت من المطار شاورت الأول تاكسي قابلته في طريقي، أخد مني السواق الورقة اللي كان مكتوب فيها العنوان. بعد كده طلع بالتاكسي، مع إن دي كانت أول زيارة ليا لأمريكا، لكن ما كنتش مهتمة بأي حاجة لأن كانت فكرة الانتقام من جين مسيطرة عليا. كنت مشتاقة إن أشوفها علشان أنفذ انتقامي فيها. كنت هتخلص منها بنفس الطريقة اللي مات بيها أعز الناس عندي. كنت بفكر إزاي أنفذ انتقامي منها. كنت شاردة بذهني بفكر. فجأة سمعت صوت سواق التاكسي بيقول: وصلنا للعنوان المكتوب. بعد ما قال كده شاور بإيديه على مبنى كان ملوش أي ملامح، كان مبنى متفحم خالص. الحريقة اللي حصلت فيه حولته لأطلال ورماد. ساعتها أول ما وقعت عيني على منظر الفيلا ده قلت وأنا في قمة الاندهاش: معقول دي الفيلا اللي ساكنة فيها جين؟ إيه اللي عمل فيها كده؟ رد عليا سواق التاكسي في لهجة حزينة: دي حكاية من كام سنة كده، وحضرتك ما تعرفيش إن الفيلا دي حصل فيها حريق وتحولت لأطلال؟ رديت بنفس الذهول: لا أبدا، معرفش غير دلوقت. أنا كنت جاية عشان أزور واحدة صاحبتي اسمها جين، كانت ساكنة في الفيلا دي. اتنهد السواق في حزن قبل ما يقول: أنا كنت مفكرك جاية هنا عشان تزوري المكان، ما كنتش عارف إنك لسه ما تعرفيش إيه اللي حصل للفيلا دي وسكانها. دي حكاية كل الولايات الموجودة هنا عارفاها، وعارفة المأساة اللي تعرض لها أصحاب الفيلا دي. كنت بصراحة مش قادرة استوعب أي حاجة، بس سألته: طيب ممكن أعرف إيه اللي حصل للفيلا دي ولأصحابها بالظبط؟ بدأ يحكي سواق التاكسي عن اللي يعرفه عن حكاية حريق الفيلا دي، وقال: من حوالي 3 سنين كنا هنا في أمريكا بنحتفل بعيد الهالوين، وكان سكان الفيلا دي بيحتفلوا زي باقي الأمريكان، لكن للأسف حصل حريق رهيب في الفيلا وفشلت كل محاولات رجال المطافي، وخرجت 3 جثث من الفيلا بعد ما قدروا ان هم يسيطروا على الحريق. كانت جثث متفحمة جدا، كانت بقايا الهياكل كلتها النار. كانت الجثث ال3 للأب والأم وبنتهم اللي عايشة معاهم. وكان الشيء الغريب في الحكاية دي كلها ان رجال المعمل الجنائي فشلوا في تحديد سبب الحريق. كان السبب غامض مجهول، كان من المستحيل معرفة ايه اللي خلى الحريق يحصل في الفيلا كده وخلاه ينتشر بسرعة وتحولت لرماد كده. واتأيدت القضية قضاء وقدر، ودفنوا الجثث ال3 وخلصت الحكاية على كده. ومن اليوم ده وبقت الفيلا او اللي اتبقى منها مزار لناس كتير من امريكا ومن خارج امريكا. ناس كتير بتيجي هنا علشان يحطوا الورود والزهور والترحم على الضحايا ال3. بعد ما قال كده سكت شوية، بعدها رجع يكمل كلامه ويقول: عشان كده كنت مفكرك عارفة حكاية الفيلا دي وجاية عشان تزوريها زيك زي غيرك. كنت بسمعه وانا في قمة ذهولي، كنت مش قادرة استوعب الكلام اللي بيقوله. كنت بيني وبين نفسي: معقول تكون جين وعيلتها ماتت بنفس الطريقة؟ معقول تكون لعنة العروسة حلت عليها هي كمان؟ كنت مش عارفة أفكر أو أجاوب على 1000 سؤال بيدور في تفكيري، وكنت مش لاقي أجابة عليهم. كنت حاسة إني غرقانة وفي دوامة، كنت خلاص قربت انهار. وبدأت دموعي تنزل لدرجة إن السواق اتنهد في حزنه. بعد كده قال لي: من فضلك بلاش تضايقي نفسك بالشكل ده، أنا بعتذر لأني جبتك هنا وكنت فاكر إنك عارفة حكاية الفيلا دي. رديت عليه بصوت مخنوق وهمز جدا لأني كنت أصلا مش قادرة أتكلم: طيب خلاص، بس من فضلك رجعني المطار تاني. أنا خلاص هرجع مصر، هنزل في فندق المطار لغاية لما الاقي طيارة مسافرة مصر. سمع السواق الكلام ورجع بيا على المطار، وفعلا نزلت هناك في فندق مستنية أول طيارة راجعة على مصر. في الوقت ده وأنا في أوضتي في الفندق كنت بفكر دايما عن علاقة جين صاحبتي باللعنة اللي في العروسة واللي كانت السبب في كل اللي جرالي. كنت بسأل نفسي وأقول: طيب لو جين هي اللي كانت ورا اللعنة دي، طب ازاي حصل لها كده هي وعيلتها نفس اللي حصل لي؟ ماتوا كلهم في حوادث بشعة، وكان كل اللي بيبقى منهم شوية عظم كلتها النار.
معقول تكون جين بريئة وكانت ما تعرفش ان العروسة ملعونة، ولا عملت حاجة خلت اللعنة تحل عليها هي كمان؟ أسئلة صعب الإجابة عليها. في يوم بعد تفكير طويل وإجهاد وقلق وإرهاق نفسي ما حسيتش بنفسي، ورحت في سابع نومة ونمت نوم عميق كأني ما نمتش قبل كده. بس وانا نايمة حلمت حلم غريب ومخيف، كان كابوس فظيع. حلمت اني كنت ماشية في طريق مقطوع، طريق طويل جدا كان ملوش بداية ولا نهاية. كان الطريق ضلمة مخيف رهيب بشع. كان الطريق ده حواليه مقابر من ناحيتين، كأنه محفور وسط التراب والأموات. وقتها كنت حاسة وانا ماشية اني ماشية في وسط أشباح بتتحرك في كل اتجاه. كانت أشباح مخيفة لجثث متحللة أو بقايا بشرية. كانت الأشباح المخيفة دي ليها عيون بارزة، عيون بيخرج منها شرار أو لهب مخيف. كنت مش عارفة أحدد الشواهد دي شواهد مقابر ولا أشباح حقيقية لأموات المقابر. كنت ماشية بتلفت وببص في كل اتجاه وأنا حاسة إني هموت من الخوف اللي كنت حاسة بيه. حاولت أجري لكن ما كنتش قادرة أجري. كنت حاسه ان في حاجه منعاني من الجري، كأن كانت حاجه مثبتاني في الارض. كنت بحاول اصرخ استنجد باي حد ينقذني في الطريق المخيف ده، لكن للاسف كنت فاقده القدره على الكلام وعلى الصريخ. فجاه حسيت كأن حد ضربني على راسي بكل قوته. كانت ضربه قويه جدا، ضربة خلتني أفقد توازني ووقعت بسببها على الأرض. حاولت إني أقوم من على الأرض، حاولت لكني فشلت إني أرجع أقف من تاني على رجلي. وفي نفس اللحظة دي لقيت شواهد القبور بتسيب مكانها وبتتحرك ناحيتي، علشان اكتشف إنها كانت مش مجرد شواهد لقبور، دي كانت أشباح منظرها فظيع بشع بتمشي ناحيتي وبتبصلي بعيونها اللي كان منظرها بشع. وقتها كنت سامعة صوت خطوات رجليها وهمهمات وأصوات مخيفة بيرددوها كأنها لحن متدربين عليه كويس. كانت همهماتهم وأصواتهم كأنها بتعزف لحن جنائزي مخيف. كانوا بيقربوا مني بخطوات منتظمة، وفضلوا يقربوا لغاية ما وصلوا للمكان اللي كنت واقع فيه على الأرض. ساعتها لفوا حواليا على شكل دايرة، وبدأوا يدوروا ويلفوا حواليا بانتظام كأنها قبيلة من قبائل الهنود الحمر بيحتفلوا بالصيد بتاعهم الثمين. كان مشهد فظيع. فجأة لقيتهم وقفوا في مكانهم وسكتوا خالص، وتحول مشهد الرعب ده لمشهد صامت كأنه مشهد من مشاهد أفلام السينما الصامتة. بعد كده فضلت الهياكل العظمية دي تقرب مني وتبص لي بنظرات مخيفة من عيون بارزة كأنها نار. وقتها كنت خلاص قربت أموت من الخوف، لكن فجأة ظهرت جين صديقتي الأمريكية وصرخت في الهياكل دي وأمرتهم إن كل واحد منهم يرجع لمكانه تاني. وفعلا سمعت الهياكل العظمية كلامها، وكل واحد منهم رجع لمكانه اللي كان واقف فيه، ويرجعوا تاني كأنهم مجرد شواهد القبور. ايه اللي حصل بعد كده؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الجاي.